الا ما كيجيكش الدجاج محمر زوين وما كيجيكش هكا ديك المريقه مدغمره وكتجيكش معلكه، خلي عندك هاد التخليطه اللي غنشارك معاك انا اليوم. وقت ما درتي الدجاج محمر زيدي منها واحد المعلقه صغيره وردي عليه الخبار، غادي يولي يجيك الدجاج من اروع ما يكون. كنحتاج فيها قزبور يابس، سكينجبير والخرقوم، هادو نفس المقدار كاملين. البزار كندير منه غير شويه يعني غير ربع تاع دوك المقادير اللي درنا. كنزيد القشره ديال الكوزه او بسيبيسه، واحد شويه غير بقرون صبعكم هكا ديال الزعتر، وكنزيد واحد 7 الحبات ديال اللوز. بالنسبه للعبار اللي عبرت به الخرقوم والسكينجبير وهذا هو قزبور يابس، درتهم بالمعلقه الكبيره. البزار درتو بالمعلقه الصغيره، كي قلت لكم غير معلقه صغيره تكون ممسوحه. صافي كنطحن هاد العناصر كامله مزيان مزيان حتى كتنسجم ليا، تولي ليا بحال هكا هاد مطحونه يعني مزيان، داك اللوز يطلق يولي ليا بحال الغبره مع هذيك العطريه الاخرى. عاد كنديرو في شي قريعه. وقت ما هكا درت الدجاج محمر كنهز من واحد المعلقه صغيره كنزيدها مع العطريه الاخرى. بطبيعه الحال راني شاركت معكم الفيديو اللي درت فيه الدجاج محمر بهاد العطريه في الفيديو اللي قبل من هذا، غادي تلقاو. جربوا وردوا عليا الخبر. الا باقي عندك شي مشكل مع الدجاج محمر نحلوه اليوم. نهار تجربي هاد الوصفه هادي ديالي غادي تدعي معايا، كيجي زوين وطريقته سهله بزاف وكيجي مذاقه غزال. وغنشارك معكم حتى التوابل اللي ديروها هكا في شي قريعه دائما تكون عندكم. وقت ما درتو الدجاج محمر ديروا منها واحد شويه، كتزيد كتبنوا لكم وكترجعوا لكم غزال بزاف. المهم عندي هنايا واحد الفريريج اللي تيكون مغسول مزيان، تقبتوه هكاك باللور ديال المغرفه هذاك الصدر باش هكا كيدخلوا القوام. وهذيك الكبده مع العنق مع الكانصه حتى هما قطعتهم اللي تيكونوا حتى هما مغسولين مزيان مزيان وكيكونوا مرقدين في الحامض. هنا خديت هاد الكاس ديال هاد الميكسور وغندير فيه واحد جوج بصيلات يكونوا صغيورين. غندير اللب ديال المصير تقريبا درت مصيره صغيره، اللب ديالها ما كنديرش القشره، كندير واحد شويه ديال الهريسه. وكنبدا كندير التوابل اللي هي سكينجبير، البزار غير شي شويه ما تكثروش، شويه ديال الخرقوم بلدي، قزبور يابس. وكندير هاد التوابل اللي وريتكم دابا، وهما هادو اللي كيكونوا عندي دائما في الدار تنديرهم هكا في قريعه. كندير منهم واحد شويه. وقت ما درت الدجاج محمر هما اللي كيتبعوني على برا، غير انا كنصاوبهم في الدار. شويه ديال الزعفران حر، زدت زيت العود وكنزيد الماء، ودرت واحد المعلقه ديال الماء ديال المصير باش هكا ما كنحتاجوش نديروا الملحه نهائيا. كنطحن هاد العناصر كامله مزيان حتى تطحن ليا 100%. عاد هذيك الساعه كنزيد واحد شويه ديال القزبور ومعدنوس، كنطحنوا هذيك الطحنه الاخرانيه، ما كنطحنوش بزاف باش هكا ما يطلقش لينا ديك الخضوريه في الدجاج ديالنا. وما ننساوش واحد 3 ولا 4 دريسات يكونوا غير صغار ديال الثومه محكوكين بطبيعه الحال مع هذوك العناصر اللي قلت لكم. صافي كنغطس هذيك الدجاجه ولا كنكبوا هذاك الخليط فوق من هذيك الدجاجه ونخليوه هكاك مرقد مزيان، باش ما خليتوه مرقد باش ما كيجيكم الدجاج فتي وكيجيكم بني وشارب القوام. وكتدخلوا ديك الملوحه مزيان لاننا ما دايرينش ملحه، غير المصير والماء ديالو باش هكا كيدخلوا المذاق والملحه وحتى القوام. صافي من بعد نشد ليه الرجيلات ديالو، يعني كنربطو هكا من التحت، ومن دوك الجناح كندير ليه هذاك ديال العود ديال البروشيت باش هكا كيبقى الفروج مجموع مزيان. كنمرق عليه بالماء وكندير دوك الجلفه ديال المصير غير من الفوق حتى كطيب كنحيدها. وبالنسبه للمرقد رميت فيها واحد العويد صغيور ديال القرفه، غير صغيور فقط على قبل هذاك اللوين باش كيجينا هكاك محمر وكيجينا اللون ديالو زوين بزاف. وما تنساوش ترتقوا الدجاج هكا الظهر ديالو باش هكا ما كيتحلش لكم ملي تيطيب. وما تنساوش واحد الخويط ديال زيت العود من الفوق ديال الدجاجه قبل ما تردوا الكاميله كطيب. صافي كنرد عليها غير كتبدا كتغلى ليا، كنفاق من الغطا باش هكا ما كيتحلش لينا الدجاج، وكنخليها كطيب على خاطرها. ملي كيطيب الدجاج كنحيد هذاك المصير حتى هو من الفوق، وكنخلي ديك المريقه كتشرب ليا مزيان. كنغطي عليها مره مره كنحركها حتى كتختار. ممكن تزيدوا تختروها على كي درتها انايا، انا خليت فيها واحد المريقه شويه هكا حيت الدراري كتعجبهم ديك المريقه ديال الدجاج. صافي ومن بعد كندير هذاك الفروج كندهنوه هي بزيت نباتي وكندخلو للفران كيتحمر. وهذا هو الشكل النهائي. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي محمر غزال، حلفوا عليه بانكم قالينو في الزيت وكيجي مذاق خطير. غير جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم.